بص يا جماعه الصوت حاجه جامده جدا. ماشي. انت انا سامعك كويس جدا. اقسم بالله حاجه. سامعني؟ بص الصوت يا لهوي يابا. لا صوتك حلو. ها وانا سامعك كويس. يا صباح الفل واهلا وسهلا بالعملاق ديت الجي تي 2. والساعه دي كانت معايا شلتها لمده 15 يوم قبل ما تيجي، وحابب اوريك ايه واقول لك ايه. صباح الفل. حد عنده الديزاين ده؟ محدش. حد بقى عنده الالوان دي؟ محدش. حد عنده السوفت وير ده؟ محدش. وكمان جاي معاه استيك معدن، هوريك شكله عليها دلوقتي. ده جاي الاستيك اللي هو فيها يبقى بشكله كده ماشي، يعني نلبسه كده. وعايز اوريك بقى ايه. طبعا الديزاين ده بتاع قريب قوي من السامسونج السيريس 7. انت هتبقى واخد هنا دي الجي 2، دي اعلى حاجه في الراوندد عندهم الجي تي 2 ماشي. وجاي معاه ستيك معدن هركبه لك دلوقتي واوريك. برده في لزق احنا بنشيله من على الاستيك اهو عشان يبان صورته. اقسم بالله العظيم انت تمشي بدي مطفيه كده برستيج. انا طبعا الساعه دي شلتها لمده 21 يوم، كانت جايه لي قبل ما نستلمها. مسكتها طبعا. الديزاين والحته الكروسات المعدن دي كانت مديها شياكه جامده قوي. هي قريبه من تصميم السيريس 7، ولكن طبعا كيو سواي ما بيتقلدش. احنا مش بناخد منتج بيتقلد، مفيش الهبل دوت. والبراند ده والله العظيم مظلوم جدا في مصر. بص كده 1990 جنيه، 1990. الكميه محدوده جدا جدا جدا. هتيجي تسال هنقول لك نفذت الكميه واستنى شهرين. مش هوريك الاوبشن لسه، مش هوريك اضاءه الشاشه صح. تعال بص يا معلم، نسحب الباركود اهو. تسحب كده يا معلم وتدوس كده على الاضاءه وتعلي كده. صباح الفل. تعرف تشوف كده؟ تعرف تشوف كده؟ كل ده معدن، الفريم كله معدن. تعرف احطها لك في ايدك كده وتتفرج واوريها لك كده. بص بص الجمدان. ايه رايك في الجمدان دوت؟ 1990 جنيه. الخلفيات اللون طبعا سوبر امولود بما تعنيه الكلمه. بص الفونت عامل ازاي، بص الفونت. الصحه النفسيه، صحتك النفسيه. الساعه دي بتهتم بصحتك النفسيه. في حد بيهتم بصحتك النفسيه؟ مفيش، كله بستنزف. انا عايزك تشوف الفونت والسوفت وير عامل ازاي. تمام. طيب هتسحب كده دي زي قلنا القايمه. ممكن نعمل القايمه كده. بص الاداء بتاع التاتش عامل ازاي. ممكن نعمل كده، ممكن نعمل كده، وي 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 وي. ممكن نعمل كده ماشي. طيب عندك 100 وضع رياضي، ودي الصدمه. 100 وضع رياضي. تعال نجيب النشاطات كده. ده كل لو انت سحبت يمين كده انت مشيت كام خطوه في اليوم، معدل نبضات القلب، المستشعرات كلها مثلما يقول الكتاب، مفيش تهريج فيها. تمام. حتى بص بقول لك ايه، في مستشعر انت مش لابسها عشان لازم. بص حطيت ارى. الساعه حست بيك. حد بيحس بيك؟ هتيجي بعد كده. ده الاجهاد ده بيقعد يشوف انت ساعات نبضات قلبك في اوقات معينه من اليوم، بيشوف المعدل الاجهاد بتاعك قد ايه ماشي. حد خد باله من التعب اللي انت بتتعبه؟ هي بصت على التعب ده. النوم، حد ركز معاك في النوم؟ هي هتقول لك انت نمت كويس ولا ما نمتش كويس. ما حدش بيقول لك انت نمت كويس ولا لا، الساعه دي بتقول لك انت نمت كويس ولا لا ماشي. طبعا تشغل موسيقى، تتحكم في الموسيقى منها، وحط اللي انت عايزه بعد كده من ادوات تانية ممكن تحطها زي الطقس وكل الكلام ده. تيجي تخش شمال كده برضه لو انت عايز تعمل كاستمايزيشن من جوه. حابب اجيب لك الاوضاع الرياضيه. عندك 200 100 وضع رياضي، كان 108 تقريبا. في تمارين تنفس مهم جدا. موضوع تمارين التنفس تجربه واتفرج علشان هتشوف مع الوقت. يعني اهتم بيه كده لمده اسبوعين هتلاقي تحسن جدا عندك في التنفس وضربات القلب. ده تمرين كده بيساعدك ان انت تظبط عمليه التنفس عندك ماشي. ايه تاني بس اقول لكم نسبه الاكسجين في الدم، الاجهاد، النوم، الموسيقى، الطقس. فين التمرينات الرياضيه يا اولاد عشان نخلص هذا الفيديو الجميل؟ والله العظيم هي مش محتاجه يعني ماشي. اهي الف رياضيه، اوضاع رياضيه. صباح الفل. 100 وضع رياضي، 100 وضع رياضي. ضيف اللي انت عايزه وارفع ده فوق والكلام ده كله، وضيف اللي انت عايزه تحت. يعني في الدراجه كل دي تمرينات جوه. كل واحد من دول جوه دي كل دي تمرينات.
هذا الديزاين بفلوس. الساعه جزء من الشياكه، فمهم جدا الحته بتاعت المعدن دي بتخلي الساعه في ايدك او في ايدك شكلها بريميوم قوي معايا. ماشي، بتخلي الشكل كده جامد. وانا طبعا مسكت الساعه دي قلت لكم 21 يوم وعجبتني. ماشي، وهم QCY مبدعين قوي ومش واخدين حقهم، ويعني ناس مش بتحب القصه والزنبليطه يعني. هو بينزلوا 3 4 ساعات 5 ساعات وبيحافظوا على الكلام ده كله. عايزك تجيب لي التفاصيل احسن. كل ده معدن مع الاستيك اللي جاي معدن، والاستيك السيليكون بتاعهم كمان كان حلو. ماشي، الاستيك ده هيجي لك لوحده بشكل منفرد، انا اقول لك التركيب بتاعه بيبقى ازاي يعني، هتلاقيه في اخر الفيديو. بصوا يا جماعه الصوت، انا والله العظيم حرام الساعات دي تتباع بالسعر ده مقارنه باللي في السوق. كلمني حسام كده من بره. الو الو الو. بص كده، سامعني؟ بص الصوت يا جماعه، حاجه جامده جدا. انت انا سامعك كويس جدا. اقسم بالله حاجه فظيعه. ايه؟ خد انت التليفون وانا اتكلم في الساعه. هيتصفروا دلوقتي. سامعني؟ بص الصوت، يا لهوي يابا. لا صوتها حلو. ها؟ وانا سامعك كويس. ودي كانت تجربة الصوت. ساعة جمدان، ومعاك ضمان ايزي فيكس لمدة سنة. حصل اي مشكلة هتكلمنا، هنبعت الحاجة لحد عندك. خليك يا باشا مطرحك، هنستأذنك هتدفع 40 جنيه، هناخد المنتج منك، شوف لك مشكلته ان كان هيتصلح، ان كان هيتصلح او ان كان هيتبدل، وانت قاعد لمدة سنة. الووتر بروف هنا IPX7، فطبعا يعني انت لو عايزنا ان احنا نحط الساعة تحت المية ما عندناش اي مشكلة خالص. ممكن طبعا تتوضى بيها، ولكن خليك حريص وانت بتتوضى. لو عندك ضغط الحنفية عالي قوي حاول تخليك حريص يعني. ماشي، هو طبعا IPX7 تقريبا لحد 30 دقيقة تحت المية، بس تكون مية عذبة مش بحر يعني، ما تنزلش بقى بحر. ولحد 30 دقيقة ولحد متر، ولكن دايما ناخد بالنا عشان ضغط الحنفية ساعات بيبقى عالي، فانت بتتصور ان هي مجرد حنفية، لا الضغط العالي ده ممكن يأثر على الساعة. يعني هي مقاومة للمية، ولكن تعامل بحرص، لان مفيش اي شركة بتضمن لك موضوع المية ده، هو مجرد ريزيستنس او مقاومة جوه. الساعة يا جماعة تستحق والله. طبعا نسيت اقول لك ان الساعة دي قعدت معايا 5 ايام على ما تتشحن. ساعة سامسونج اللي في العربية معايا الالترا، انا كنت برضعها والله. انا برضعها كل يوم لازم اشحنها. دي انا قعدت 5 ايام اشعارات تنتري بنتين، كانت مزيكة حسب الله، واداء البطارية كان فاجر. هم QCY كالعادة يعني جامدين قوي في اداء البطارية، والمفروض ان انا سوبر امولود، فانت تلاقي اداء البطارية لا يا باشا، كانت قاعدة معايا 5 ايام واديتها لحسام وسافرت. انا ما اعرفش هي كملت معاك ولا لا. لسه اقسم بالله العظيم الستاند باي شهر تقريبا، الستاند باي بتاعها 30 يوم. 1990. الحق هذا الجمدان. الGT2 دي احدث حاجه هتاخدها في QCY، دي اعلى ساعات. ماشي، الكلام ده يا باشا يسود 4000 و5000 جنيه فعليا. قارن بس بكل البراندات بدون ذكر اسمها كده. يعني ايه، انت اشتريها وانت داخل سيت ستارز، اقعد تخش كل براند وبص على ساعتك وبص على الساعه الثانيه، وقارن كده اللي ب4 وب5 والهبل ده كله. وبراند QCY براند مع اسم كبير جدا 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 ويحترم يعني. الساعة ب 1990 كمية قليلة جدا، الساعة تستحق جدا. أنا شلتها 21 يوم، وأنا لما الساعة بتمتعني بفضل مكمل وشغال بيها يعني. قعدت أشحن لحد ما جت آخر مرة رحت شحنتها شحنة قعدت 5 سنين، اديتها لحسام قبل ما أسافر، كانت كويسة جدا معايا أنا في العربية. عندي واحدة كده في العربية هينها زي ما بيقولوا، عايزين تشوفوا. 1990 فوق الفيديو هتلاقي اللينك بتاع الشراء، تحت الفيديو هتلاقي زرار بتاع خدمة عملاء لو أنت عايز الحاجة توصلك لحد باب البيت، وقلنا لك إن معاها ضمان لمدة سنة ايزي فيكس. لو حبيت تيجي الفرع هتلاقيها ان شاء الله موجوده عينه، بقعد بص عليها برده. هي الاداء بتاعها طبعا راقي جدا جدا، لان الساعات القديمه هنعمل ابديت بقى بالجديد الGT2، ومنتج يستحق جدا من QCY الوحش القادم بقوه. QCY افتكر اول براند ده براند يستحق يعني. صباحكم فل، ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم. الحق الكميه حرفيا ساعه تستحق جدا. شكرا.